نصيحتي اليوم للعزبان، فأنا أقول لك ونصيحتي خذها مني ببلاش. انت بتتزوج لأن الزواج يا قاهي مثل المقواتة، ما بش خرج نهائي. كل ما جاء يوم تقول تتصلح ما بش خرج. في عيشة المواطن اليمني المزوج عيشة ضنكا لا يعلم به إلا الله. أول ما يبدأ يفكر إنه يتروح تتصل له، تحس إن قهوة يتروح على الرسالة اتصال، تلقى اتصل بك تدخل له منه تدخل له، المهم تتصل له. طبعا أول حاجة تعمله 5 طلبات ست. قدالي وديت حفاضات، وديت حليب، وديت لي، وديت لهذا، وناقص طماط، ناقص يعني حوالي 10 طلبات. هاي تقهرك، ما تخليك تثبت، ما عاد تفكرش انك تتروح، تقول خلاص امسح ايدي انا، ما عاد تروحش نهائيا. تمام. وبعدين توصل البيت. اول ما توصل الاسئله الستة او السبعة الثمانية تلقاها كل يوم معروفه. وين انت ذا الحين؟ ليش تاخرت؟ انتو من سايرت؟ انتو من جلست؟ يعني المحقق كنن ويوميها وذوك الاسئله. يعني ضروري ما ترقدوا الا وقد صايحكم. ضروري تفتح لك ثغره، تفتح لك اي مشكله، المهم تتصايحوا. والله هذا عيشة المواطن اليمني. المهم الله يعين الشعب اليمني، بس الله يعينه على الحياة الزوجية والمعيشة الذي عايش به. عيشة ضنكاء أخس من جهنم.